إن حديثك الداخلي لنفسك يشكل حياتك. إن حديثك الداخلي لنفسك يشكل حياتك. يقول ابن القيم في كلام عجيب بديع كعادته: مبدأ كل علم، تأمل هذا الكلام، مبدأ كل علم أو عمل الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو للإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل. فالفكرة ترسم لي تصورا ما، وهذا التصور يبعث ويحرك الإرادة عندي، وهذه الإرادة تدفعني للعمل. فأسألك بالله، من كانت أفكاره وخواطره سلبية وضعيفة فماذا ستكون أفعاله ونتائجه؟ ومن اعتقد في نفسه أنه ناقص قاصر سلبي فاشل فماذا بربك ستكون شخصيته؟ وعندها فلن توجد أي قوة بشرية على وجه الأرض يمكن لها مساعدته وتشجيعه. لا يمكن أيها الأفاضل أن نضع في عقولنا أوهاما ومخاوف ثم نطالب أجسادنا بالشجاعة والإقدام. إن سلوكنا وتصرفاتنا ترجمة لخواطرنا وأفكارنا ومعتقداتنا عن أنفسنا. يا أخي، لو وضعت في الكأس عسلا فإنك ستشرب عسل، لو وضعت حنظلا فلن تتذوق سوى الحنظل، ولو وضعت في المسجل قرآن يطلع لك قرآن، تضع قصائد تطلع لك قصائد، وكذلك عقلي وعقلك. تفكر بالضعف فأبشر بالضعف، تفكر بالدون فلك الدون والهون. حارب الناقد الداخلي الذي يثبطك ويحاول إعاقتك وتخذيلك، واستعن بالله عليه. يقول ابن الجوزي: إن رأيت تثبيطا من الباطن فاستغث بعون لطيف لعلك تتعلق بقطار المجتهدين. والله يا أحبتي، طلبت مرة أن نتخيل أنفسنا ونحن نحقق أهدافنا ونبلغ غاياتنا. قلت: كل واحد يتخيل عبادته وبيته وراتبه وحياته وعمله وسيارته، وكيف ستكون حياته في المستقبل. فقال أحدهم: أنا تخيلت بس ما أدري. قلت: كم تخيلت مثلا راتب؟ قال: تخيلت راتبي 3700. قلت له: يا رجل خيال. قال: 5000. قلت: تخيل خيال فقط، ما حد يسوي لك شيء. قال: 7000 خلاص والله ما أستطيع. قلت له: لا معليش، تخيل 12000. قال: أوف، 12000 لو معي 12000 أصلا ما جلست في السعودية. قلت له: ليش وين بتروح؟ قال: بروح الجدة. يا الله، إن بعض الناس والله لديه مشكلة حتى في خياله. يقول طاغور: سأل الممكن المستحيل: أين تسكن؟ الممكن يسأل المستحيل: أين تسكن؟ فقال: في أحلام العاجز. إن الناجحين لا يوجد كلمة مستحيل أو لا أستطيع أو يمكن أو صعب. إن المعتقدات التي نعتقدها عن أنفسنا ونعتقدها فيما حولنا يجب أن نراجعها أحبتي، يجب أن نراجع تلك المعتقدات، ويجب أن نغير السلبية منها. واعلم أن أي اعتقاد سلبي عندما تفكر فيه يضعف، تناقشه يهرب، تحاربه يرحل، ولن يعود إلا إذا سمحت له. أعيدها: أي اعتقاد سلبي عندما تفكر فيه يضعف، عندما تناقشه يهرب، عندما تحاربه يرحل، ولن يعود إلا إذا سمحت له. خذ مثلا هذا الاعتقاد: والله يا أخي القرآن صعب أحفظه وأنا أصلا ذاكرتي ضعيفة. هذا اعتقاد يمكن لنا مناقشة هذا الاعتقاد ودحضه ورده وزعزعته. مثال: اسأل نفسك، قل لذلك الناقد الداخلي لذلك الاعتقاد السلبي: لكن كم واحد حفظ؟ كم واحد استطاع أن يحفظ؟ ابدأ ناقش هذا الاعتقاد. أنا أعرف فلان وأعرف قدراته، أنا أحسن منه، ومع ذلك استطاع أن يحفظ وأنا ما استطعت. بل فيه مليون حافظ في بلد لا يتكلم العربية كباكستان مثلا. إذن أين المشكلة؟ هل المشكلة لأني أنا ما أصلح، أو لأنه بذل جهد فوصل وأنا ما بذلت الجهد؟ لذلك أنا أحتاج أبذل جهد حتى أصل مثله. اعتقاد آخر: أنا ما أستطيع أترك التدخين، مستحيل أتركه ولا ساعة. هذا اعتقاد. كنت أناقش أحدهم، قلت له: أبدا لا تستطيع. قال: أبدا والله ما أستطيع ولا ساعة واحدة. قلت له: طيب في رمضان؟ قال: رمضان لا، غير رمضان غير. قلت له: رمضان غير، إذا ليس الأمر مستحيل. فقال: صح، بس هو صعب أني أترك التدخين. قلت له: هنا فرق كبير جدا، أنا أتفق معك على صعوبته، ولكن هناك فرق بين كلمة مستحيل أتركه وصعب أتركه. لذا لا تقل لا أستطيع، بل قل لا أريد أن أتعب في تركه. لا تقل لا أستطيع، ولكن قل لا أريد أن أدفع ثمن التغيير والنجاح. يقول أحدهم: والله ما أقدر أقوم الفجر، أنا نومي ثقيل وسويت كل شيء، نمت بدري وحطيت ساعة وحطيت منبه وحاولت، بس والله ما قدرت. فقلت: إذن فأنت كذلك تتأخر عن عملك. قال لي: بالعكس، أنا منتظم في حضوري. فقلت: إذن المسألة مسألة إرادة وليست مسألة قدرة واستحالة. أحدهم يقول: أنا عصبي جدا والله ما أتحمل. هذا اعتقاد سلبي عن النفس، وبالتالي يقول يعني أنني من شدة عصبيتي أنني أضرب ابني لأتفه الأسباب ثم أتندم، وقد حاولت أن أكبح جماح غضبي فما استطعت. فقلت له: لو عمل ابن رئيسك في العمل أو ابن جارك
ما يعمله ابنك في البيت من التخريب أو الإزعاج، فهل ستضربه؟ هل ستعاقبه؟ أم ستتمالك نفسك؟ فقال لا والله، ولد الجيران غير والمسألة تختلف. قلت له لا والله، غير بالنسبة لما تعتقده أنت عن نفسك، والمسألة مختلفة لأنك نظرت لها من زاوية الإمكان وليس من زاوية الاستحالة. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، دعني أخبرك من أنت، دعني أتجول في عقلك إن سمحت لي، حتى أرى وإياك قدراتك والعظمة التي أعطاها الله عز وجل لك والتي أودعها داخل هذا العقل، ليقدم لك أدلة ضد أي ادعاء بالنقص يمكن أن يوجهه لك ذلك الناقد الخفي الذي نحمله في عقولنا. يحتوي عقلي وعقلك على 1000 مليار خلية، ويتشعب منها 10,000 رابط يربطها ببعضها لينتج لنا 10 أس 1100، يعني 10 وقدامها 1100 صفر من طرق الارتباطات، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويحمل عقلك 150 مليار عصبون في الدماغ، لو جمعت كل كمبيوترات العالم بما فيها كمبيوتر ناسا لما تجاوزت 15 مليار خلية. ولو طلب منك أن تعد خلايا دماغك بمعدل ثانية لكل خلية لاحتجت إلى 32,000 سنة لإحصائها، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول علماء الأعصاب أننا لا نستخدم سوى 10% من قدرات عقولنا. فماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن الإنسان لو تلقى 10 معلومات كل ثانية لمدة 70 سنة فإنه لن يستخدم سوى 15% من قدرات عقله ومساحة دماغه، ولو استغل 40% من قدراته لاستطاع إتقان 7 لغات وقرابة 100,000 مجلد يعيها ويحفظها، ولحصل على 12 شهادة دكتوراه في أي مجال يريده، فتبارك الله أحسن الخالقين. أتحدى أي كمبيوتر في العالم أن يكون مثلك ويكون تنفيذا للعمليات العقلية كما هو أنت، كما هو عقلي وعقلك. لو أحضرنا بجانبك جهاز حاسوب، طلبت منك أن تتذكر صورة أن تحضرها من ذاكرتك، وطلبت كذلك من الحاسوب أن يخرج الصورة نفسها من ذاكرتك ويضعها على سطح المكتب وأن تضعها على سطح عقلك، فأنا أتحدى أي كمبيوتر أن يسبق عقلك. خذ مثلا صورة الكعبة، صورة كرة، سفينة، شجرة، قطعا لا شك أن عقلي وعقلك يحملان الكثير ويحتويان الكثير، ومع ذلك هم أسرع من الكمبيوتر في إحضارهم واستدعائهم لهذه الصور. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، كل ما ذكرته كان عن دراسات قصرت عن التعمق في الدماغ، لأن دراسة العقل بالعقل أشبه بمحاولة رؤية العين بالعين، وقد والله تركت بعض الدراسات خشية أن أتهم بالمبالغة والتجاوز. أقول هذه المعلومات لأشحذ الهمم وأقطع الطريق على من يدعي العجز ويقول ما أقدر أحفظ، خلاص مخي قفل وراسي انتفخ وقدراتي ضعيفة. لا والله، لا والله تستطيع، ولكن فقط حاول، فقط حاول أن تجرب كما جرب غيرك. ومن لهبين وراس يقولون يسوي سوات الناس. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إن حديث الإنسان مع نفسه وعن نفسه لا يخرج عن 3 أنواع: حديث سلبي مدمر يتغذى على كلمتي مستحيل ولا أستطيع، وحديث انهزامي يقول القائل أستطيع ولكن، ممكن ولكن، سهلة ولكن، لأن كلمة لكن تجب وتلغي ما قبلها. فلو قلت مثلا لك أنت ممتاز ولكن، فإنه سيتبادر إلى ذهنك أنني سأبدأ بذمك وألغي تميزك. هذه الاستثناءات تقف حائلا بين نجاحك وبين تأديتك لهذا العمل. ثالثا حديث إيجابي محفز متفائل محسن للظن. فهذه أنواع أحاديثنا مع أنفسنا، فعلى أيها تعتمد أنت؟